هو انت ليه خايف من عملية تصحيح الإبصار؟ أول سؤال بيجي من المرضى بتوعي: يا دكتور، هو أنا هحس بوجع أثناء أو بعد العملية؟ أحب أكد لك إن عمليات تصحيح الإبصار كلها دلوقتي بتتم عن طريق قطرات فقط لتسكين العين، وما بيبقاش فيه أي وجع أثناء أو بعد العملية. السؤال التاني اللي بيجي لي كتير وهو سؤال شائع جدا: يا دكتور، هو أنا مقاساتي هترجع تاني؟ عشان أجاوبك على السؤال ده لازم تبقى عارف إن عملية التصحيح لازم تتم بالخطوات التالية. أول حاجة الفحص الطبي التحضيري اللي بيتم في العيادة، ومقاسات النظر اللي لازم تتم بمنتهى الدقة لأن المقاسات دي هي اللي بنحطها على الجهاز. تاني حاجة فحص تضاريس القرنية، واللي بندرس فيه شكل القرنية وبنختار نوع العملية المناسبة لكل مريض. تالت حاجة اختيار أحدث جهاز متواجد حاليا لإجراء العملية دي. مع خبرة الطبيب نقدر إن احنا نوصل بالمقاسات بتاعتنا وإن احنا نشوف كويس جدا طول العمر إن شاء الله. السؤال الثالث اللي بيجي لي: يا دكتور، إمتى همارس حياتي بشكل طبيعي بعد العملية؟ مع التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في تصحيح الإبصار يقدر المريض إن هو يروح على طول بعد إجراء العملية ويمارس حياته بشكل طبيعي جدا بعد ساعات قليلة، وفي أقصى تقدير اليوم التالي للجراحة، ويقدر يشوف الرؤية اللي كان بيشوفها بالنضارة ولكن من غير نضارة.